قال يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. الكفار على اختلاف ضروبهم سواء كانوا من أهل الكتاب أو كانوا من المشركين، غايتهم العظمى ومطلبهم الأسمى أن يطفئوا نور الله الذي هو الإسلام، ولكن لا يستطيعون إلى ذلك سبيلا. الآن لو تأملنا في حقبة الاستعمار في دول الإسلام، خاصة الاستعمار الفرنسي، والاستعمار الفرنسي معروف أنه استعمار ثقافي تطمس فيه الهوية طمسا عظيما. شوف أثر الاستعمار الفرنسي في المغرب العربي، في الجزائر، في تونس، في موريتانيا، في المغرب نفسها، اجتهدوا في أن يطمسوا الهوية الإسلامية، حتى الأسماء العربية اجتهدوا في تغييرها وفي تحريفها، حتى اللغة العربية منعوا تدريس اللغة العربية، إلى أن صارت اللغة الفرنسية هي اللغة الرسمية للدولة، بل الآن اللهجة المحلية أحيانا في كثير من مناطق المغرب العربي تلقى مزيج وخليط بين اللغة الفرنسية واللغة الأمازيغية. بعد الطمس ذا كله هل استطاعوا أن يحجبوا نور الإسلام؟ أبدا. فجر تدفق من سيحجب نوره، أرني يدا سدت علينا المشرقة. في نفس حقبة الاستعمار خرج علماء من أكابر علماء أمة الإسلام من المغرب العربي نفسه، الشيخ مبارك الملي الجزائري، والشيخ الطاهر بن عاشور صاحب كتاب التحرير والتنوير، والبشير الإبراهيمي، إلى قائمة يطول سردها في أنه هذا الاستعمار الفرنسي اجتهد بكل آلة ليطمس الهوية العربية الإسلامية الدينية، فعامله الله بنقيض قصده فأظهر الإسلام. وكانت نواة الصراع مع المستعمر علميا وعسكريا هي جمعية العلماء الجزائريين التي أصدرت الكتب والمؤلفات والمجلات العلمية. في إريتريا، دولة في الحدود قريبة مننا جدا، النظام لا يزال من سنة 92 بل قبلها من زمن هايلي سلاس ومن قصتها لمريم يطمس هوية الإسلام والهوية العربية في الإسلام، وإلى الآن مع جهودهم العظيمة من زمن الاستعمار الإيطالي إلى أن جاء بعده هايلي سلاس، إلى أن جاء بعده من قصتها لمريم، إلى أن جاء بعده أساس فوق، يطمسون هوية الإسلام والعروبة لحد ما بلغ بهم الجرأة إنه الكهوف اللي فيها آثار عربية إسلامية قاعدين يطمسوها. ما هي النتيجة؟ النتيجة لم تزل تلك البلاد تلد الحافظ للقرآن المتفكه في دين الله في كل يوم. في كل يوم يجي إنسان حافظ للقرآن متفقه في دين الله مستقيم على شرع الله من هذه البيئة التي يحارب فيها الإسلام هذه الحرب الضروس. لذلك العلامة الهلالي رحمه الله في كتابه سبيل الرشاد في هدي خير العباد يقول: إن نصر الله للموحدين وإهلاكه للمشركين سنة باقية، ولن تجد لسنة الله تحويلا، ولن تجد لسنة الله تبديلا. فالله جل وعلا ناصر دينه ومقيم ملته ومؤيد شرعه سبحانه وتعالى. لذلك قال: يريدون ليطفئوا نور الله وهو الإسلام. كيف يريدون أن يطفئوا نور الله؟ يطفئوا نور الله بقتال أهله، أهل الإسلام، كما قال الله جل وعلا: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ويريدون أن يطفئوا نور الله بتشويه صورته وإظهاره على غير حقيقته. الآن في أوروبا كثير من الأوروبيين يا جماعة مفتكرين أن الإسلام ده هو عبارة عن تفجير وتدمير وتعذيب للمرأة وإرهاب. دي هي الصورة عندهم. ليه؟ لأن الإعلام الغربي اجتهد اجتهاد عظيم في ترسيخ هذه الصورة الشائهة للإسلام. لما المراكز الإسلامية في أوروبا صارت تنشر حقيقة الإسلام باللغات المحلية الإنجليزية والروسية وغيره، صار الناس يدخلون في دين الله أفواجا. المراكز الإسلامية في أوروبا ما يصبح عليها الصباح ولا يمسي فيها مساء إلا ويجي إنسان يعلن الإسلام، لأنه يعرف الإسلام على حقيقته. وهؤلاء حاربوا الإسلام بأن أظهروه في هذه الصورة الشائهة التي ليست من الإسلام في شيء. وهذا يدخل في قول الله جل وعلا: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. ونسبة النور إلى الله تشريف عظيم،
ودلالة على أن هذا النور أكمل ما يكون، هذا نور الله، فما بالك بنور نسب إلى الله كمالا وشرفا وبهاء وضياء.